السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غوارديولا يبعث برسالة تحذيرية ومشفرة قائلا: في الفودين عليه التنافس مع رياض محرز الذي يلعب بشكل جيد ومع لاعبين آخرين. إنها منافسة. في الفودين لعب بشكل جيد مؤخرا في مباراة نوتنغهام فورست، حيث أنه لعب بطريقة عدوانية وشرسة. ما أريد أن أقوله: يجب ألا يشعر في الفودن بالإحباط. كل ما عليه فعله أن يؤدي بشكل جيد. إنه أمر سهل. غوارديولا في هذا التصريح يؤكد أن محرز هو اللاعب الأول في خياراته، لكن الإعلام الإنجليزي يضغط على غوارديولا من أجل عودة فيل فودين كلاعب أساسي، علما أن محرز حصل على جوائز فردية كثيرة مؤخرا، وهي أحسن لاعب في مانشستر سيتي مرتين متتاليتين، ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب تصويت الجمهور. لكن أعزائي الكرام، رياض محرز حصل على كل الدعم من الجمهور، حيث أن جمهور مانشستر سيتي انتقد غوارديولا كثيرا على وضع محرز في دكة البدلاء في آخر مباراة ضد نوتنغهام فورست، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة. نجح عبد القهار قادري في التسجيل في شباك أندرلخت بعد غيابه لعدة أشهر بسبب الإصابة التي حرمته من الحضور مع المنتخب الوطني الجزائري، حيث تمكن في الأسابيع الأخيرة من استرجاع لياقته البدنية والكثير من مستواه، وهو تحسن إيجابيا مباراة بعد مباراة، خصوصا أنه تخلص من الخوف الذي ينتاب أي لاعب عائد من الإصابة. صاحب 22 سنة يمتعك في وسط الميدان ويجعلك تنتبه لما يقدمه بسبب ذكائه في التحرك والتمرير وقدرته على إيصال كرات جيدة لزملائه في الهجوم. نجح في تسجيل هدفين خلال هذا الموسم الذي لم يلعب نصفه الأول، وهو الأمر الذي يعطيه دفعة معنوية يحتاجها حاليا. لا شك على أنه سيكون مايسترو وسط الميدان المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا إن شاء الله. تلقى جمال بالماضي أخبار سيئة جدا، وهي إصابة أحد كوادر المنتخب الوطني الجزائري في وسط الميدان الاسترجاعي، وهو رامي الزروقي، حيث صرح مدرب فيندي قائلا: رامي الزروقي يعاني في الأسابيع القليلة الماضية على مستوى الخصر، ومن المتوقع الغياب لمدة شهر على الأقل. ولكن جمال بالماضي يسترجع لاعبين مصابين آخرين، وهم يوسف عطال وآدم الناس وعبد القادر غزال.